بيتزا نابولي تخمير 48 ساعة طريقة البيكا. احد افخم انواع البيتزا الايطاليه اللي ممكن تجربوها بحياتكم. اللي ما مجرب النابولي لا يقول ماكل بيتزا، لانه نكهه العجين المخمر ليومين او ثلاثه مع المكونات البسيطه، الصوص والجبن، بينطيكم يعني شيء فخم ما ينوصف صراحه. انا اشرح لكم اياها سابقا بطريقه البوليش، هذه الطريقه يسموها البيكا. تعالوا نشوف طريقه العمل. حتى نسوي عجينة البيكا نحتاج غرام ونص من الخميرة، خليه على 500 غرام من الطحين، خلي عليهم 250 مل من المي البارد جدا. اشتغلوا بالميزان، هيش معجنات تحتاج مقادير دقيقة. وهذه راح تصير عندنا عجينة البيكا، خليها 24 ساعة بالثلاجة وراح تصير عندنا بهذه النتيجة. نطلعها باردة جدا، خليها على 500 غرام من الطحين، راح نخلي عليها كذلك غرام ونص من الخميرة، 30 غرام من الملح ما راح نخليها، بنهاية العجينة نخليها. نحتاج كذلك 500 ملة من المي، خلي 400 على العجين، و100 راح نذوب بها الملح نضيفه للعجين بنهاية العجنة. تمام. المي كذلك بارد جدا. هذه العجينة بعد ربع ساعة راح نضيف عليها الملح، 5 دقائق نخليها تعجن، راح نضيف تقريبا 30 مل من زيت الزيتون، كذلك نخليها 5 دقائق تعجن. يعني مجموع العجين تقريبا 25 دقيقة حتى نحصل على هيك عجينة مطاطية. يفضل نوع الطحين يكون 12 البروتين ماله فما فوق. إذا ما حصلتم على هذا القوام المطاطي تسوون طي وشد مثل ما علمتكم مسبقا. هذه العجينة مالتنا خلي زيت الزيتون بالجانة ونخمرها 48 ساعة، يومين تقريبا، راح يصير عندنا بهذه النتيجة. نطلعها من الثلاجة ساعة قبل ما نشتغل بيها حتى شوية تدفى العجينة، بنقطعها وراح نقطعها وعلمتكم طريقة التقطيع مسبقا حتى نحافظ على أكبر كمية من الجيوب الهوائية. خليها ترتاح ساعة إلى ساعة ونص، خليها على طحين السميد وراح نفتحها. وكذلك معلمكم طريقة الفتح، راح ندفع الهواء من النص على الأطراف حتى نملي أطراف بالهواء. راح نخلي شوية من صوص البيتزا وشوية جبن. بالنسبة للحشوات شي يعود لكم، أنا خليت شوية دجاج، كذلك راح أضيف جبن كم زيتونة بس. هسه راح نخليها بالفرن. الفرن مالتنا حجر، انتم شو تسوون بالبيت أثخن تبسي أو طاوة عندكم ثخينة تخلوها بالفرن تحمى زين، بعدين تخلون عليها البيتزا. بسم الله. بالفرن أخذت دقيقة و20 ثانية، حرارة 350 من فوق ومن جوا. هي تاخذ بالأصل يعني لازم 450 الحرارة، بس ماكو فرن عندي هيك على شي هيك يوصل. فأنتوا خلوها الفرن مالتكم أعلى درجة. بعد ما تطلع راح نخلي شوية ريحان إيطالي، شوية جبن بارميزان قرمشة. وهسه راح نقطعها بالمقص حتى أشوفكم الحواف شقد بيها كمية هواء. مثل ما واضح أمامكم عبارة عن فقاعات من الهواء. من توصلون هاي المرحلة إنه العجينة من جوا لا على شيء بسيط، والعجينة من النص خفيفة جدا تذوب بالحليق، يعني وصلتوا لأعلى مراحل البيتزا النابولي. راح نقص الحافة حتى أشوفكم شنو بيها للداخل. عبارة عن بس هوا، يعني ماكو لا عجين ولا شيء، مجرد راح نفر القطعة مال البيتزا بنص الحافة، راح نسويها مثل لفة وناكلها. كملوا الفيديو اسمعوا المعلومات. ملاحظة، البيتزا هذه تختلف اختلاف شاسع عن البيتزا تباع بالأسواق. يعني مع احترامي اللي يسوون بيتزا وهذه الأمور، البيتزا الحقيقية هي هذه، وهي هذا العجين الحق، لأنه تاخذ وقتها بالتخمير وتاخذ نكهتها اللطيفة. بيتزا اللي ما تاخذ وقتها بالتخمير واللي يدخل لها زبد واللي يدخل لها حليب ما تعتبر بيتزا، لأنه راح تفقد نكهة الخبز أساسا، اللي هي أحد مكونات البيتزا الأساسية، نكهة الخبز. مع احترامي بعض المطاعم اللي يسوون البيتزا العادية، فأنا صراحة ما أعتبرها أكثر من كليجة عليها صوص، لانه حرفيا هيك العجينه مالتهم زبد وحليب، هذا تخبيص يعني بعيده كل البعد عن البيتزا. علميا تحصل على افخم نكهه خبز بعد 12 ساعه من التخمير البطيء. احد العلماء المهتمين بالعجين يقول اذا خمرت عجين اقل من 12 ساعه ما راح تحصل على نكهه خبز، راح تحصل على نكهه خميره بس، لهذا كلها تلجا للتخمير البطيء. جربوها وعليكم بالعافيه ان شاء الله يا رب. بهذه اللحظه اتمنى لو اكو خدمه توصيل سريع كان وصلتوكم المتابعين حتى تجربون الفخامه